نبدأ باسمك يا الله، إله تجلى في علاه، وكلنا نرتجي سلواه ولذة النظر إلى وجهه يوم لقاه. ونصلي ونسلم بأزكى صلاة على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى أصحابه ومن والاه ومن سار على طريقهم يرجو لقاءهم تحت ظل عرش الإله. ومن بعد أيها الإخوة في الله، ضيوفا كراما في محل الجود والجاه، نحييكم بتحية وصفت بأمان الحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ترحيبا يليق بكم وبتواجدكم باسم قبيلة الأذينات من بني سليم وباسم الشيخ محمد بن سعدون الأذيني. نرحب بكل من حضر معنا في هذه الليلة المباركة وزادنا شرفا بحضوره بعد أن تشرفنا بدعوته. ومهما قلنا من عبارة الترحيب فلا توفيكم حقكم علينا، إذ نحاول أن نصوغ لكم الكلمات التي نترجم بها عن مشاعرنا وتنطق بها الألسن بما يجول في الضمائر تجاهكم، ونحاول أن نوفيكم حقكم وقدركم. وباسمكم أيها الضيوف الكرام نبارك المحتفى بهم هذا المساء، الشاب ياسر بن محمد الأذيني والشاب عمر بن محمد الأذيني، ونقول لهما بارك الله لكما وبارك فيكما وجمع لكل واحد منكما مع أهله في خير. ضيوفنا الكرام، خير ما تكون به البدايات، آيات محكمات من خير ما أنزل من رب السماوات، تريح القلوب والأبدان. فارتق ورتل يا قارئ القرآن. ومع القارئ الأستاذ عبد الرزاق بن حامد بن سعدون الأذيني، فليتفضل مشكورا ومأجورا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وبعد ذكره نكمل ونستعين دستورا يقوم حياة البشرية في كل زمان وحين. وبعد أيها الحضور الكرام والمشاهدين الأكارم من خلال عدسة السحابة الإعلامية، إذ نرحب بكم أجمل ترحيب، وهنا للكلمة معنى، إذ نستمع لكلمة لأهل الحفل يقدمها الشيخ حامد بن سعدون الأذيني، فليتفضل مشكورا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباسم ذوي سعدون من الأذينات من بني سليم بشكل عام،
وباسم أخي الفاضل تويحان بن سعدون أيضا، وباسم أخي العزيز الفاضل محمد ابن سعدون الأذيني السلمي، نرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة زفاف وزواج ابنينا الشاب ياسر ابن محمد ابن سعدون الأذيني السلمي والشاب عمر ابن محمد ابن سعدون الأذيني السلمي، فأقول لهم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. فوالذي نفسي بيده إننا فرحون ومسرورون بتشريفكم لحفلنا الكريم وبحضوركم. سعدنا ببهجة لا توصف، فمرحبا ثم مرحبا بكم في هذا المكان وفي هذه الليلة الشريفة. ونقدر كل التقدير حضوركم واستجابتكم لدعوتنا وتشريفنا في هذه الليلة. فوالله لو أكتب ما هو أكتب أو أعبر ما هو أعبر لا يمكن نصف حضوركم وتشريفكم ودعواتكم وجيتكم، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم ضيوفنا الكرام نشكر الشيخ حامد بن سعدون الأذيني على هذه الكلمة، ونرحب بكم في كل مبدأ، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام. ونستمع لكلمة لشيخ قبيلة الأذينات من بني سليم الشيخ فهد بن محمد عوض الأذيني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بالجميع أجمل ترحيب، ونقول حياكم الله، يعلم الله أنكم شرفتونا، ونقول لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع قدمي، وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. نرحب بالزملاء والمشايخ والأعيان وكل من حضر، نقول حياكم الله وأهلا وسهلا. حفلنا الكريم نبارك للعرسان ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. أخواني، نسأل الله أن يديم الأمن والأمان، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة ولاة أمرنا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسمكم ضيوف الكرام نشكر الشيخ فهد بن محمد عوض الأذيني على هذه الكلمة، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه. ومع الشعر يحلو اللقاء، ومعكم وبكم ضيوفنا الكرام يكمن الارتقاء، وإذ يحاول شعراؤنا التعبير عما يجول في خواطرهم لمثل هذه المناسبات. ومع أولى قصائد يمسكنا في هذه الليلة وقصيدة ترحيبية للشاعر زيد بن ضامن الأذيني. ورحمة الله وبركاته. أبارك أستاذ محمد زواج الأبناء ياسر عمر، وألف مبروك. عند ابن سعدون سريت القوافي، والقوافي سارية والليل ساري، والقصايد ما تليق إلا بأهلها، علموا لي واحد ما هو بداري. وقفة الشاعر مع ربعه ضروري،
واجب الخامس على الخامس إجباري. كود حصل له من أصحابه عزيمة يمكن يغادر مع باب الطواري. كل واحد له مع أصحابه علاقة، واكثر العربان ما منه اعتذاري. مثل أبو ياسر يا منه دعاني أنقذ أنواع الحواجز والكباري. كل واحد له مع أصحابه علاقة، واكثر العربان ما منه اعتذاري. مثل أبو ياسر يا منه دعاني ينقذ أنواع الحواجز والكباري. وتقدم بالفوائد والقصايد، واكتب الأبيات بالفن المهاري، للكريم اللي يرحب في ضيوفه مثل همال المطرفق الصحاري. وتقدم بالفوائد والقصايد، واكتب الأبيات بالفن المهاري، للكريم اللي يرحب في ضيوفه مثل همال المطرفق الصحاري. قولته يا مرحبا حياكم الله يا ضيوف شرفوا حفلي وداري. والفخر كل الفخر يكرم الحاكم بالشحم والعود لمن استداري. والفخر كل الفخر يكرم الحاكم بالشحم والعود لمن استداري. لو عدد في محمد ويش عدد يتعب البحاث من كاتب وقاري. لو عدد في محمد ويش عدد يتعب البحاث من كاتب وقاري. أشهد أنه طول عمره ما تردى بينه وبين الردى حاجز حراري. أشهد أنه طول عمره ما تردى بينه وبين الردى عازل حراري. من رجال الدين واصحاب المعالي حافظ أحاديث مسلم والبخاري. من رجال الدين واصحاب المعالي حافظ أحاديث مسلم والبخاري. والعيال عيال ما شاء الله عليهم كل واحد في سم العلم استشاري. والعيال عيال ما شاء الله عليهم كل واحد في سم العلم استشاري. زايد الأخلاق مع فن التعامل كوكبة في عالم العهد الحضاري. زايد الأخلاق مع فن التعامل كوكبة في عالم العصر الحضاري. بارك الله حفلكم يا للزعامة عد ما هبت نسانيس الذواري. بارك الله حفلكم يا للزعامة عد ما هبت نسانيس الذواري. يا بني سعدون خطلان الأيادي فزعة المحتاج لجة الجواري. يا بني سعدون خطلان الأيادي فزعة المحتاج لجة الجواري. يا رجال الطيب في كل النواحي طيبكم ما هو مع الوقت انحصاري. والمدايح ما تليق بقلة بهلها علموا لي واحد ما هو بدار. سلام. كفو صح لسانك وبيض الله وجهك. وهنا في حلال أهل الشعر والأدب يزداد مساءنا جمالا بحضوركم ضيوفنا الكرام ومشاركتنا القادمة من الشاعر إبراهيم بن مرشود النقريني فليتفضل مشكورا. ومساكم الله بالخير جميل. أبارك القبيلة الأذنات عامة وأبارك لها الحفل الخاصة وأقول بيض الله وجيهكم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والطيب يعلم الله ما هو مستغرب منكم. أبارك للعرسان وأسأل الله العلي القدير لهم التوفيق والسداد والحياة السعيدة. أقول بديت باللي بمره درهم الليل وبمره في الجنور بعد الظلام. الحمل كايد مير ما نوخ شعيل والمرجلة يبغى لها رجل سامي. ورثتها من شايب يذبح الحيل ولا الحرامي طول عمرها حرامي. الشعر في راسي كما ضمر الخيل تدبك على المضمار والشغل حامي. عنها وحلل الوضع تحليل وارد على هداج لا صرت ضامي. لأهل العزايم مدح وطرى وتبجيل ولأهل النمايم طلقتنا من حزامي. وبموقف الربعي سليم المشاكيل والله ما جنب ليتفنى عظامي. الشعر في راسي كما ضمر الخيل
تدبك على المضمار والشغل حامي، أعنها وحلل الوضع تحليل، وارد على هداج لا صرت ضامي، لأهل العزايم مدح وطرة وتبجيل، ولأهل النمايم طلقت من حزامي، وبموقف الربعي سليم المشاكيل، والله ما جنب لين تفنى عظامي. سلام يا ربعي هل السيف والخيل، ذخرى لذيني معتلين المقامي، وصلتني الدعوة. سلام يا ربعي هل السيف والخيل، ذخرى لذيني معتلين المقامي، وصلتني الدعوة وغنيت يا ليل، والشعر غارق في بحور الكلام. وشلون احدد فعلكم يا رياجيل وانتم في عايكم كم البحر طامي؟ وصلتني الدعوة وغنيت يا ليل، والشعر غارق في بحور الكلام. وشلون أحدد فعلكم يا رياجيل وانتم فعايلكم كم البحر طامي؟ أمجادكم ما جاتكم بالتساهيل، ولاهي بكيف الحال طيب سلامي. لا بالهلا بس شوف المصاقيل وفرك الخشوم اللي عماها العرامي. أمجادكم ما جاتكم بالتساهيل، ولاهي بكيف الحال طيب سلامي. لا بالهلا بس شوف المصاقيل وفرك الخشومة اللي عماها العرامي. أنا أعرف الشجعان جيل بعد جيل، والمرجلة تخصصي واهتمامي، يأخذ الكلام اللي كما هدرة السيل، خاوى لذيني لارتخى كل زام، إن كان ما يرقع على الجدي وسهيل، في ذمتي ماني بكفو كلامي. أنا أعرف الشجعان جيل بعد جيل، والمرجلة تخصصي واهتمامي، يأخذ الكلام اللي كما هدرة السيل، وخاوى لذيني لارتخى كل زام، إن كان ما يرقع على الجدي وسهيل، في ذمتي ماني بكفوة الكلام. يا أصحابنا الشعار لا ينهد الحيل، مع وافر التقدير وجل احترامي، ما ودي أبحر في بحور التفاصيل، لكن أنا شاعر وفارض نظامي. كم كلمة ما جاء وراها محاصيل، مرت على المنبر مرور الكرام. كم كلمة ما جاء وراها محاصيل، مرت على المنبر مرور الكرام، واختامها بإعداد وبل المخيل على النبي. أزكى صلاة وسلام. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على سيدنا وحبيبنا محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن. صح لسانك ابراهيم واعتلى شانك وبيض الله وجهك، ومعكم وبكم ضيوف الكرام تكمن المتعه في هذه الامسيه ومشاركتنا القادمه من الشاعر سعدون بن دويحان من سعدون الذيني، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيتم الله بالخير جميع، وحياكم الله يا مرحبا يا مسهلا من مشايخ وأعيان وأفراد وشعراء، حياكم الله يا مرحبا بالجميع. وكما أهني وأبارك لأبناء العم الشاب ياسر بن محمد بن سعدون القداحي لدينا السلمي، والشاب عمر بن محمد بن سعدون القداحي لدينا السلمي، ونقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. يا مرحبا ترحيب ما له حدود عند الرجال اللي كثير كرمها، ألا مقدع عزوة الطيب والجود على علو الرجم ترفع علمها. ألا مقدع عزوة الطيب والجود على علو الرجم ترفع علمها، وبيات شعري فيهم الزود والزود بيض وجه الشاعر اللي نظمها. من لابت الأفعالها عدة شهود، لا دال ذيني والجميع احترمها، لا خير في علم على غير مقصود، تسلم يا من جاب الرجال وعزمها. من لابت الأفعالها عدة شهود، لا دال ذيني والجميع احترمها، لا خير في علم على غير مقصود، تسلم يا من جاب الرجال وعزمها. الشيخ أبو ياسر صميد وصندود وكل العلوم الغانمات اغتنمها. الشيخ أبو ياسر صميد وصندود وكل العلوم الغانمات اغتنمها. وأنا أبا هني وانذر ورود ورود لعيال عمي في الفرح واخدمها، واختامها عدد ما نسنسن
وانا بهني وانذر ورود لعيال عمي في الفرع واخدمها واختامها عدد ما نزل سنود مني تهاني وبي واختمها وسلامتك. كفو سالم وغانم وصح لسانك وبيض الله وجهك، ويستمر الابداع في ليله الامتاع وتكمل المتعه فيها بحضوركم ضيوفنا الكرام ومشاركتنا القادمه من الشاعر يوسف بن مسند الزلامي، فليتفضل مشكور. وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. مبارك لياسر وعمر زواجهم، ونقول لهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. المشاركة بسيطة واعذرونا فيها. أقول بسم الله، أبدأ بذكره قبل ما أبدأ، وأقول مبداي باسم تعالى قبل نظم القصيد. من بعدها يا هجوسي كل عسر محلول، أسخر من القوافي كل طرق جديد. من بعدها يا هجوسي كل عسر محلول، أسخر من القوافي كل طرق جديد. أقول ما يعجب ويرضي الباب العقول من الدرج ذا شعري والكلام المفيد. خص اللي أجتني الدعوة من أهل الكمول، أصحابي اللي غلاهم من وفاهم يزيد. خص اللي أجتني الدعوة من أهل الكمول، أصحابي اللي غلاهم من وفاهم يزيد. ما نكسر الخطوة اللي يمكم لو تطول، نحضر على دعوة الطيب لو انه بعيد. ماني مثل من يصيبه في اللوازم خمول، اللي دعاني خويي عن لزومه محيد. مبروك يا ياسر محمد بحسب الاصول، ومبروك لك يا عمر يا جعل عمرك مديد. انتم سليم الادب والعلم واهل الفعول، وانتم رجال المواقف في النهار الشديد. تستاهلون. انتم سليم الادب والعلم واهل الفعول، وانتم رجال المواقف في النهار الشديد. عن مدحكم تعجز ابياتي ولو بقول، تشهد لكم مكه وطيبه فعل وكيد. وحنا عتيبه على الطاله خوال الرسول، ذباحه الحايل ولطامه الا العنيد. سلامات معذرون عليكم. معذور ونعم سالم وغانم وصح لسانك وبين الله وجهك. حفلنا الكريم الآن تكريم الوفائي لأهل الوفاء. يتقدم راعي هذا الحفل الشيخ محمد بن سعدون الليلي بتكريم من ساهم في إنجاح هذا المحفل ليرتقي المستوى ذائقتكم وطموحاتكم. تكريم للشاعر زيق بن ضامن اللديني. الشاعر إبراهيم بن مشهود النقريني. الشاعر سعدون بن بويحان اللديني. الشاعر يوسف بن مسند الزلامي. الشاعر فهد بن حامد اللديني. الشاعر مروان بن بريزيق اللديني، ويتسلمها نيابة عنه علي بن خليل اللديني. المنشد عوض العطافي. وتكريم للشيخ فهد بن محمد عوض اللديني.
وتكريم للشيخ حامد بن سعدون الأذيني. تكريم الأستاذ عبد الرزاق بن حامد الأذيني. تكريم المحتفى به هذه الليلة الشاب ياسر بن محمد الأذيني رحيمه الأستاذ تركي بن عويض الأذيني. وتكريم المحتفى به هذه الليلة الشاب عمر بن محمد الأذيني لعمه الأستاذ دويحان بن سعدون الأذيني. هذا فاصل إعلاني. وتكريم لمحدثكم عبد الله الجزيعي. الكريم في مثل هذه المناسبات يعجز اللسان عن التعبير وتبقى له وسيلة أخرى قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: تهادوا تحابوا. إهداء مقدم من الشيخ معيض بن رزق الله الأذيني وأبنائه المحتفى به هذه الليلة الشاب ياسر بن محمد الأذيني. إهداء مقدم من الشيخ معيض بن رزق الله الأذيني وأبنائه المحتفى به هذه الليلة الشاب عمر بن محمد الأذيني. إهداء مقدم من الشيخ عوض بن عواض الأذيني للشيخ محمد بن سعدون الأذيني وأبنائه. وإلى هنا وصلنا معكم حضورنا الكرام ومشاهدينا الأكارم إلى ختام فقرات هذا الاحتفال، وحان موعدكم مع فقرة الشيرات الإنشادية وقتا ممتعا نتمناه لكم، وتقبلوا تحيات محدثكم عبد الله الجزيعي ومؤسسة السحابة الإعلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.